وجه الشيخ والداعية الموريتاني البارز محمد الحسن ولد الددو رسالة نارية إلى هيئة كبار العلماء السعودية لصمتهم على ما يحدث من منكرات عظام وتطاول على الذات الإلهية في حفلات هيئة الترفيه التي تشهدها المملكة العربية السعودية حسب وصفه في ظل حكم ولي العهد محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة. ظهر الددو في مؤتمر غطته عدة قنوات إسلامية وهو يقول أن ما تسمعونه وترونه من المنكرات في بلاد الحرمين الشريفين لا نجد إنكارا له من هيئة كبار العلماء. كذلك من الدعاة الذين تربوا من قبل على منهج ينكر أي شيء حصل حتى ولو كان مكروها في أطراف الأرض وفي أي مكان في العالم. هيئة كبار العلماء السعودية هي هيئة دينية إسلامية حكومية في السعودية، تأسست بالعام 1971، تضم لجنة محدودة من الشخصيات الدينية في البلاد من مدارس فقهية متعددة، رئيسها هو مفتي الديار السعودية، وهي مخولة بإصدار الفتاوي وإبداء آرائها في عدة أمور. وتابع الددو مهاجما ما يحدث في السعودية تحت ستار الترفيه، مع ذلك تقع هذه المناكر الكبيرة بين أيديهم وفي عاصمة الحرمين الشريفين، ولا تتحرك شعرة ولا نسمع صوتا ولا إنكارا إلا من أفراد ليس لهم مكان، وأولئك كما قال عرضة لأن يلقوا في السجون مع من سبقهم. وأردف العالم الموريتاني ددو أن هذا الخذلان لا يزول ولا يرفع إلا بإحداث توبة نصوحة إلى الله سبحانه وتعالى تكون مكفرة لما مضى. تابعنا هذه التوبة إذا جاءت فإن الله يرفع البلاء، وتعهد الله تعالى ينصر من ينصره، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وأشاد العديد من النشطاء بتصريحات الشيخ الددو الجريئة وإنكاره لما يحدث في السعودية تحت مزاعم الترفيه، ورأى البعض أن هذه التصرفات قد تتسبب بأزمة لقطر مع السعودية، حيث يقيم ددو في الدوحة وهو أحد أهم أعضاء الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الذي ترعاه قطر، كما أنه مقرب من العائلة الحاكمة هناك. تأتي تصريحات الددو تزامنا مع جدل حفل المغنية إيجي أزلياء الفاضح في السعودية الذي أساءت فيه للذات الإلهية، فضلا عن مشاهد التعري والرقص وتمزق بنطالها أثناء العرض.